الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء وجل عن الأشباه والأشكال، أذل من اعتز بغيره غاية الإذلال، وتفضل على المطيعين بلذيذ الإقبال، بيده ملكوت السماوات والأرض ومفاتيح الأقفال، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وهو الخالق المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي أيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، زينه بأشرف الخصال، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تفعلون. عباد الله، قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا دعاء ورغبة من المربوب إلى الرب، أي دلنا على الصراط المستقيم وأرشدنا إليه، وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربك. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما قال الله ربنا في الحديث القدسي: فنصف الفاتحة يعني لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين. يقول: اهدنا الصراط المستقيم، لأنه أنجح للحاجة، ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد يتقدمه مع ذلك وصف مسؤول كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق. أيها الإخوة، قد أنعم الله على عباده بنعم كثيرة، ومنها نعمة الهداية. قال تعالى: وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني كنتم ضلالا فمن الله عليكم بالهداية. وقال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. رواه البخاري ومسلم. وهذه السنة العظيمة
ما من ريب في أهميتها أن يتكرر طلبها بقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، فهو يسأل ربه أكثر من 17 مرة في الصلوات المفروضة والنافلة لشدة الحاجة إليها، فإن العبد محتاج إليها في كل نفس وطرفة عين. وأعظم نعمة أيها الإخوة هي نعمة الهداية، فالهداية في الأصل الإرشاد والدلالة والإلهام والتوفيق، وحقيقة الهداية العلم بالحق والرغبة فيه وإرادة الحق وإيثار العبد للحق على هواه وأن يقدمه على غيره. وهناك أيها الإخوة أنواع من الهدايات، فمنها الهداية العامة المشتركة بين الخلق، وهي هداية كل مخلوق لما يصلحه في أمر معاشه المذكور في قوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهداه إلى مصلحته كهدايته بالزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل الذي يحصل به الولد لبقاء النسل. وهذه الهداية تكون للأطفال منذ ولادتهم، فإن الطفل بعدما يولد يشعر بألم الحاجة إلى الغذاء فيصرخ طالبا له بفطرته، وعندما يصل الثدي إلى فيه يلهم التقامه وامتصاصه. وهداية النحل والنمل ما يكفيها لأن تعيش مجتمعة يؤدي كل واحد منها وظيفة لجميعها، ويؤدي الجميع وظيفة العمل للواحد، وبذلك قامت حياة أنواعها كما هو مشاهد. ومنها أي الهداية هداية الدلالة والإرشاد، أي تعريف بطريق الخير والشر. قال تعالى وهديناه النجدين، هذه هي التي قام بها الرسل وأتباعهم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولكن هل كل إنسان بين له الأنبياء والدعاة الهدى من الضلال يهتدي؟ الجواب لا، لأن هناك توفيقا لا بد أن يحصل، وهي هداية التوفيق. قال تعالى إنك لا تهدي من تشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لست أيها الرسول مسؤولا عن توفيق الكافرين للهداية، ولكن الله يشرح الصدور من يشاء لدينه. فالهداية التي أثبتها الله للنبي هي الدلالة على الخير والحق، والتي نفاها عنه هي هداية التوفيق والإعانة. وفي تأويل وتفسير قوله تعالى الصراط المستقيم قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أجمعت الأمة من أهل التأويل على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني اهدنا الصراط المستقيم أن يكون معنيا بها وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء، فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والانزجار عما زجره عنه واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم.
وإنما وصفه الله الطريق بالاستقامة لأنه صواب لا خطأ فيه. وأخيرا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، فهل هذا من تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤاله الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده الله تعالى إلى أن يسأله في كل وقت وأن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالعبد من وفقه الله تعالى، فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وأخيرا قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. walaalayaal, waa dariskeenii 12aad ee suuratulfaatixa aynu kaga warramaynay. waxa aynu maanta insha allahu tacaala kelimaad kooban ka odhan doonaa ihdina asiraata almustaqiim. suuraddu waxay u qaybsan tahay sidii xadiidka nebigu inoo sheegay qayb ilaahay u gaara oo intii horeynu ka soo hadalnay mahaddiisa iyo magacyadiisa iyo awooddiisa iyo qiyaamaha iyo inuu isagu maamulo iyo cibaadada inuu leeyahay. waiyaaka nastaciin oo jimcii hore aynu qaadanay iyo ihdina iyo inta dambana waa intii addoonku lahaa ee ilaahiisa ka dalbayay. ilaahay jalla jalaaluhu waxa uu leeyahay سورة الفاتحة: أدونك إلهي أهجان سميما وحا أوليهي إلهي ونقو هنوني جيد كتوصل إلهي يقو هنوني كلي معها أنا يقو جماعة يا أمد المسلمين تكملة نفت إذا يا مؤمنين تبع إلهي ونقو هنوني جيد كتوصل. قفك مسلم كأه وحلق الدون يا مرو البين نفتي سكو قاريين دعاده ee uu walaalihiisa muslimiinta ah ee caalamka ku kala nool intii dhimatay iyo inta iman doonta intaba inuu duceeyo tawfiiqda in la haysiyo. wad ayada ayayna baraysa. waayo markaan imika tukanayo ihdini malihi ilaahu aniga igu hanuuni malihi, ihdina nuunul jamaa ilaahay nagu hanuuni. hadda adoo qura hadlaya
إلهو نقوهانوني مسلم أردن هدانو النهي طريقة توصل قرطبي رحمه الله تعالى مركو آيات فسره وحيري والدعو وحيسين يقف كان الربين إياه أدونك إلهي كيسي ربين إياه وخالقها أو كدلبيه أو ليه إله نطس طريقة وناكسن إله نقوهانوني إله طريقة نقرنسي كاسو نقارسين إياه أدق إنا نكوسو دوانا ربي قيو ابن كثير رحمه الله تعالى إساقنا إساقو آيادا فسيرا يوحو يري مركز آيادي هرى لغو سو شاقي أما أنت إلهي أدون كان سائلك هي وحويديسان يا مسؤولك وويديسان يا إلهي مركي وصو أماني إيو كسو شاقي سفوينكي وحق أولها أيا وحا ودبقريي سؤاشي ودبقريي يا بريدي ودبقريي وايو حديث القدس جاها أيا إلهي وحولي سورة الفاتحة أنيا أدون كيغا وينو قيب سنتهي نصفنا أنا إسكالا إيا قيبنا إسكاله مركا هو قيبتيسي ولعبدي ما سأل أدون كيغا وحي ويديستنا وانسينيا مركا محو أدونك إلهي بريي إلهيو توفيق دا إيا الطريق حقا إله نوافج وحو ابن كثير ليه هذا أكمل أحوال السائل مركو قفكو وحويديستنا يا إلهي طريقة وقول ما يسكترني وطريقة marka hore ilaahay inaad amaanto waxa uu ehel u yahay iyo tilmaamaha wanaagsan oo leeyahay inaad ku amaanto dibadna ducada ku xigto marka qaar kood waxa dhacda buu in qofku ilaahay uu ku bariyo oo uu qadimo baahidiisa isaga u taala inuu dhulka iska dhigo oo wax alla isagu awood u leeyahay iyo taag u leeyahay inaanay jirin uu muujiyo oo sida ilaahay ku bariyo waa sidii nabiyullaahi muuse markuu cararayay ee uu fircoon ka cararayay oo sii qaxayay ee meel u qaxayana aanu garanayn ee uu labadii hablood ee dhibana bihi u waraabiyo geedka iska hoos tagay muxuu yiri faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir ilaahayow wixii aadiiso waxa xaqayga ku soo dajiyo ee aadisiiso waxa igu soo dajiso ee aadisiisato ee aad igu galadaysato ee wanaaga ee maanta dhibta ay haysata iga dul qaadaya iyo ay nooc khayr oo dhan mid baahana baan hoo baahan ilaahayow meel kale oo ciirsada ma jirta adiga mooyaane hadduu qofku sidaa yiraahdo way u banaan tahay laakiin takasii dhamayska tarin waa taa hore marka qaar koodna qofku intu ilaahay subhanahu wa ta'ala amaan iyo tawxiid iyo hufid uu hufayo oo ku sameeyo oo ilaahay ku yiraahdo ay ducadiisa oo haddana uu isdul dhigayo oo uu leeyahay xaaladaydu waa kama dambays ayuu xaaladiisi u muujinaya waa saddex xaaladood mid waa baahidiisi oo toos u sheegto ihdina siraadal mustaqim intu amaano midna waxa weeye baahidiisi inuu soo bandhigto midna waxa weeye intu ilaahay amaano baahidii inuu soo bandhigto imika markuu leeyahay inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir muuse waxa uu soo bandhigay baahida haysa ilaahu baahida iga dulqaad egsa umu oran laakiin baahidaydi waad arkaysaa buuri midna waa taa horo baahidiisi buu leeyahay ilaahayow baahidaas aanu baahanay midna waxa weeye baahidii buu soo bandhigayaa laakiin wuxuu ka horreysiinayaa ammaan iyo duco waxaan jira ammaan iyo ilaahay tilmaamihiisa iyo tawxiidkiisa inuu ka horreysiiyo iyo ilaahay inuu humaanka hufo waxa taasna runtii laga qaataa ducadii uu ku ducaystay Yunus alayhi salaam markii uu xuudku ama kalluunku liqay ama nabirigu yaqul la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin ilahi tawxiidki sibqra ilahi cid xaq lagu caabuda ma jirto oon adiga hayn laba subhanak xumaano dhan ilaahu adaa ka hufan dibta iga dulqaad mu oran muxuu yiri ana waxaan isu geystay inni kuntu min adh-dhalimin ana iskaga soo dhaqaaqay tolkay ظالم بان هاي الى حالديدا واد اركيسا marka saddexda xaaladood waa saddex ilaahay lagu bari karo laakiin ta akmalki waa taa faatixada ku jirta hadaba ayadeen waxay ka koobantay al-hidaayah was-siraat al-mustaqim marka la soo ururiyo ihdina al-hidaayah wa hanun iyo as-siraat al-mustaqim jid leeyri waa jidkii toosnaa
ولما آية ضمبا أيكم معنى صراط الذين أنعمت عليهم جيدكي آد كوغ الله ديستي كوي آد النعميسي آد إيمان النعميسي وأنبياء دي شهداء دي صديقين تي صالحين تي وجد لعضين إيه هنون بالله شيء هنون كان هدبا محوية صراط المستقيم كنا محوية علماء واحد هذا الهداية waxay u qaybsantaa dhowr nooc qaarkood marka horeba laba ay u qaybiyaan qaarkood ilaa afar bay ka dhigaan qaarkoodna saddex bay ka dhigaan mid waxa weeye al-hidaayatu al-aamma mid la yiraahdo hanuunka guud gaal iyo muslim mid yar iyo mid weyn jin iyo insi xayawaan iyo bani aadam cid waliba waa hanuun la siiyo iyo hanuunka kale oo laba u qaybsamaya oo hanuunka ah in khayrka la cadeeyo wanaaga la cadeeyo sharka la cadeeyo iyo tawfiiqdiisa oo ka saddexaad noqonaya marka hanuunka caamka ah ee in dadka oo dhan ama makhluuqa wax alla wixii ilaahay abuuro dhan la hanuuniyay wax gaar lagu hanuuniyay quraanka kariimka baa inoo sheegay fircoon markii ay nabiyullaahi muuse is haysteen ee ay doodayeen qaala faman rabbukuma ya muusa buuli muusa adii haarun rabbigiinu waa kee markaas wuxuu yiri qaala rabbuna alladhi a'ta kull shay'in khalqahu thumma hada wa hanuunka halka ku jira qaala wuxuu yiri nabiyullaahi muusa alayhi salaam rabbuna alladhi a'ta kull shay'in khalqahu rabbiga yagu waa ka siiyay kull shay'in suratahu shay wal oo abuuray qaabkiisa gaarka iyo sawirkiisa gaarka ah iyo haykalkiisa gaarka ah buu siiyay ay jacala al-insana insaanki iyo bani aadamki insaan buu ilaahay ka dhigay markaas qaabka markuu yeeshay uu insaan noqday waja'ala al-hayawana xayawaankina xayawaan buu ka dhigay mesela dameerkii buu dameer ka dhigay laxdii buu lax ka dhigay markaas nooca iyo qaabka markay yeelatay lax noqotay awr noqday dameer noqday wixii lamida ilaahay baa abuuray qaab buu u dajiyay oo waa abuuray haye thumma hada intaasaynu soconay masuu ilaahay hanuuniye sidoo ilaahay waa hanuuniye hada kull makhluuq ila al-intifaa'i bima khalaqahu Allah wuxuu ku hanuuniyay makhluuq walba sidii ugu intifaaci lahaa waxa ilaahay u abuuray markaas waxaad arkaysaa ilmo yar oo imaka dhashay oo indhihiiba aan kala qaadin oo naaska un lagu duwayo oo naaska qabsanaya man alladhi 'allama ya baray allah wasir iyaduba ilaahay ba ku hanuuniyay barsan arkaysaa xayawaankii ilaahay bal ku ugu yar yara quraanjadii baad arkaysaa oo habaysan oo mashruuc dhan fulinaysa horey nooga warnay suuratu qisadii nabiyullaahi sulaymaan sida ay isu maamulayso iyo sida ay isu habaynayso iyo markay hawsha xubin waloo yaroo kamida xubnaha quraanjadu barnaamij dhan iyo mashruuc dhan ay fulinayaan oo kala dambeyn madaxii mice inay leeyihiin oo nusuusta wax badan laga faa'iido ilaahay suu abuuray oo aad arkaysaa naxligii iyo shinnidii oo nidaam leh oo maamul leh oo boqor leh oo mashaariic fulinaya aad arkaysaa man alladhi 'allamahu wa hadaa allah hidaayada waxa la hidaaya caama cid walba ilaahay waa si waa u yasiray sidoo uga faa'iideysan lahaa laakiin hidaayada ihdina siraat al-mustaqim tamaha taasi waa taguud waxa weeye ay culimadu ku fasireen huna ibn kathir wuxuu leeyahay hanuunkani waxa weeye hanuunkan waxa la yiraahdaa al-hidaayah huna al-irshad wa tawfiq wa mid ila al-irshad wa ad-dalala wa mid iyo at-tawfiq wal i'ana ay culimada qaarna raaciyaan wa hanuun in xaqi la cadeeyo oo halka la soo dhigo oo la bayaamiyo oo diinta ilaahay iyo dacwada iyo khayrka ummadda loo sheego wada waajib wa waajib ummadda in ay diinta iyo dacwada xaqa ummadda loo cadeeyo ballighu anni walaw aaya ayu nabi yiri aayadna hatii wax ummadda iga gaarsiin wa hanuunka noocaas
وهديناه النجدين بإلهيري دلبدي طريق بانو كلا عديني طريق شركة يكي خيرك يا عدينا يا عدي إلهي قرسيي أو فري قرتي أنبيادي يدعادي يعدي دعوة يحق حلك صار وحق الله عدي ولذلك إلهي إسقوا هنونكا إنه شيء يوحي إلهي القرآن كسكولي نبي الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم طريق حقه أيات دتك كوهنون نساء دتك أضو عدين نساء وأضو بيامين نساء وأدبر نساء وأضو دق نساء وأنا واجب كالنبي محمد الله صاري إنك الله إن صاري وأنا كإنه واجب كهنونك أينو كري كنا واكا كإنه كري واكا أين الحق يسوع يجنو ولذلك النبي محمد وحول الله أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم إن إلهي سببت هذا كسوة هنونية قف قرأة أياك هذا خير بدن وقت جاء وحي شراء وقيمها بدنا $1,000,000 يدهب كأردقنا أو محياها جيل عصعص هنونك النوع عاصة وحلا إلى هذا هنونك وأنا كأنبياء الله صاري وكلا إنه وضع صاري حق هدي العدين وينا ظالمين يا آثمين بين وضعنا لكن سؤال شيء سويدي تلا سويدية وحوي قف ولا حق الله شجع أو هنون كا يدري هنون كايم كانوا كشكاين إن الله عد يا دينتي ميو هنون أيا ده ما يحتاج شغلكم اللي هنا هنون كلا ترى كان واقع عدين هنون كلا ترى مد أنا أودي إن إنك كوتشرين أيا ترى أو هداية التوفيق والإعانة إن هنون كي إلهي وافتيو oo ilaahay ugu gargaaro taasaa jirta nabina gacanta kuma hayo malagna kuma hayo walina kuma hayo daacina kuma hayo kuma imanaya cidaasaan jecelahay hanuunka ha qaadato cidaan waa nacaba hanuunka inay soo gasho ma doonayo kuma xidhna nabi maxamed gacantiisa kuma jirin anbiyada ilaahayna kuma jirin cidaa kale inay soo sheegnina kuma jirto haddii nabi maxamed gacantiisa ay ku jirtana tolkiibu diinta ku soo wada guri lahaa oo hanuunka uu maalin walba ka hore uu cadeynayay ayuu kan tawfiiqna u raacin lahaa abu lahab dabeedna muu gaaloobeen oo tabat yada abi lahab miyay ku soo degi lahayd ilaa hanuunku qaadan lahaa haduu nabigu baawar u leeyahay abu talib oo u halgamay nabigana saacadii ugu dambeeyay uu la doonay inuu laa ilaaha illa ku dhintana lama seegan waayo way ka baawar weyn wax isaga innaka la tahdi man ahbabta midna hanuunki midna nabiga waxa la wada hanuunaysa wa innaka la tahdi wa qoore إنك لا تهدي من أحببتنا ويسوى أرورتي أذوق هنونين مسعدة تعشاي يا هنونية ولكن الله يهدي من يشاء عدوا الدون إلهي بهنوني ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إن هنونك قلبك أورده تشاهد ما هتا ولكن الله يهدي إلهي بعد الدون هنونك لا بتيس أبلغنا لكن إن عليك إلا البلاغ قارسين بعد الشهادة أيا ليلي ليس عليك هداهم وحا كسو دكتبال سبب النزول كآيات داسي وحا هيبيع علماء إلى هذا مسلمين تا أيا نبي محمد وحو فري إن كود باهن أي وحسيا أو قال هذا باهن أنا وحبسين مركي هوري واي المسلمين تبى بضاتين مركز فقرود دي بضاتين مركز يجي وحب قاري واي تيدنا اللي بيقول عليه الصلاة والسلام والمسكين كين المسلم كيباهن والصدقة دي فرلك هيد معها والصدقة دي تضوع هيدا السنة هيد دبديدنا أنت أسمر كنا بيقولي أيا إلهي وحولي ليس عليك هداهم هنونك إن إقاتان أو أض هنونك قلبي وشبته أدق أود هذا معها marka ku doona ilaahay ba soo hanuunay ku doona gaalnimo ku dhimanayay gaalka baahan waxsiya gaalka baahan sadaqadii tadawuc ahayd faralka hayn siiya balay waayo hanuunka idinku shaqul kuma lihidin ee idinku waxaad kari kartaan qof baahan meesha doonaba ha jooge oo baahan oo aan idinkana muxaarib ku ayn oo aan idin dilayn oo aan la dagaalamayn تي أي سكتي سورة آية أي كورة سورة الممتحنة أيا قال هذا دم محاربين تاني يعني نبابين يعني كوا قال كيسك كارد حجوجة باهم وحسي بالي ولا ليام هنونك نوع عصا
أيا سورة دني وحي الله ده اهدنا نهانوني إله الله وضع هانون بها الدمان نصيه حق إن أنا ونوع عداد أنك أمدنا أنو عدينه إيا إن هانون كقلبي وكشبته لما ذا إله يسوق عيد رباط هذا دعاك وين ميجر ذا هي اهدنا هانونك واسدا مركاسا ولبا طريق الدون يلا هانون يا الصراط المستقيم أيالي وكما كعددي هل كان دون يا إلا مذا أن دون يا عكت إن أنصاره إيه أن دون يا إن أنا كلح لحن وجدك التوصنة حقه كاسان دنيا إله وين أدوها هانونس صراطك جدك مركه هراء الصراط لغة العربية جدك توسم بويه المستقيم نوا مركه آن إن قلوعكم تشيروا إله دين تيسا أما الدين تودا قار حقا يا حقا أقول لحد إله ونقدر الدين تقار كنت توصلنا قال بدعو يا كفر يا شرك يا معاصي يا حمان أردن أيان أجلينا هدان ولا حنا إله ونقا إله لوي ولذلك علماء المركز المفسرين تكتبوا دبارده نبوح بكو فسرين جد كنت توصلني لقوه هنوني يواكي علماء قار واحد يوا كتابك إيا السنة كتابك إله يوا هنوني قار واحد يوا نبي إيا السنة ديسا قار واحد أردنا يان وحقا قار واحد أردنا يان وإسلام لماذا قار واحد أردنا يان ودريق النبي محمدية خلفاء الراشدين تيسا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يأتي الصدى السبوق قبطي أيها وحا وكسو أروري مسألة ده أنا أقول الصدى أقول لها آيادا الصراط المستقيم وحوي أبو يلي إلهي والنوافتي وحي أطرى لك التهيونا يطرى لي نوبر نقطي إيه أضوافتي سعيد أظن عميسي أودتك أنت حلك حلك واكوية حلك إلهي دورتي وأنبيادي وكو دين إلهي وجهادي وكو دين إلهي أردنتي وكو رنت دين كشيء وكو صالحين إلهي كتوصل درجة كلا الليلية أفرتني إن النوافتيسو كتابك إن أنو هيصنه ونكل جنو إن النوافتيسو رسوش إلهي إن أنو رمينه إن النوافتيسو وحي أي ديدين إن أنو كفوا عنه إن أنو راعنا طريق النبي إن أنو راعنا طريق خلفاء الراشدين أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا الدون ولو ونكسنه حق هيسا طريق مري إن أنو مرنه وكل ذلك من الصراط لما أنت الله صور شيئا والصراط كي يجد كي للدون يبولي إلى هاي الطريقة وحكوسي في أيولي بالاستقامة إلهو جد كان إهدنا الصراط الله ما أرن جد كان نقول هنوني المستقيم كي توسنابا لقوسي في يبولي وايو لأنه صواب وكي صوابكها حقها لا خطأ فيه وحقف يقال الله عكم يجره هدي إلى هاي كتابك كوكو هنونيو هدي إلهي إسلام لماذا كوكو هنونيو هدي النبي محمد دريقيس كوكو هنونيو هدي خلفاء الراشدين تلقوكو هنونيو محاكو حريبا marka la soo ururiyayna ibn kathir wuxuu yiri inta soo la isku daray waxaan oran karaa buu yiri ilaahu xaq nagu hanuuni ilaahu xaq nagu hanuuni thumma sallu wa sallimu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam imtithalan liqawli allahi tabaaraka wa ta'ala inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارفع درجاتنا وبيض وجوهنا اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا فإنك بنا الراحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيما
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا الله مسلمين تفرماه إن سوف فرتك لدولنا إلهي مراد كودن مع سلاح ميتها كسيو أنت حنوسني سحنونك الله كدل قاضو أنت ديميسين أنت الله كدل قاضو أنت دبون هاي سدبت الله كدل قاضي سومكو بكرنه واقم الصلاة.